مساء الخير لكل متابعينا، اهلا ومرحبا بكم. عشان ما اطولش عليكم للاسف هتكلم في نقطتين بساط قوي. التربه الخصبه، لو انتم فاكرين اكيد متابعيني عارفين الحته دي. التربه الخصبه سنظل اوفياء. ليه بقول التربه الخصبه وليه بقول سنظل اوفياء؟ التربه الخصبه ناس راحت جابت مهاجم محترف اجنبي قعد في القاهره ياكل ويشرب وينام ويتمرن، وقالوا خلاص الف مبروك علينا تمت الصفقه بنجاح. وللاسف هم اللي عارفين الاسباب وهم اللي عارفين يعني الاخفاق. الصفقه جايه منين؟ وطالعين يقولوا اصل الخطيب. يا عم الخطيب في، والله العظيم الخطيب ما هو في مصر. طب هنعتبر الخطيب في مصر، طب هو يمشيه، طب ما يجيبوا النادي الاهلي. مش عارف. اداء التربه الخصبه سنظل اوفياء. الناس دي بقالهم النهارده اكتر من 23 سنه. يعني لو ولد لسه مولود الان اتربى ودخل ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه الجيش واتخرج واتجوز ولسه الزمالك ما خدش دوري الابطال وبيقول لك سنظل اوفياء. طيب احنا ذنبنا ايه كاهلاويه؟ اعتقد المشكله مشكلتكم، وتابعونا في حلقات كتير. اكيد مش هنسيبهم جمهور المختلط او الفاروق او قصر النيل او الزمالك حاليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.